نفسي قوي في حاجة حلوة، بس مش عايزة ابوظ مجهودي اليوم. تفتكروا الموز ده قادر ان هو يحل لي المشكلة؟ تعالوا نشوف. انا هجيب اكتر من موزايه وبالسكينه كده هقطعهم بالنص. عايزه اعمل كميه كبيره تقعد معايا وقت طويل وهشكلها على هيئه ايس كريم. قال يعني هاكل ايس كريم وكده، بضحك على نفسي. بيبي موزه. اجيب زبده فول سوداني. انا بعملها في البيت بالسوداني بس، على فكره هي مفيهاش اي حاجه خالص، يعني كاننا حطينا سوداني. بالسكينه هسبريد كده بالراحه على الموز، وهجيب شوكولاته دارك هسيحها في الميكروويف. هحط فيها كده الموزه لحد ما تتغلف بيها كويس، وبعدين هحطها على شبكه واخلص الكميه كلها. وعلى الوش هحط شويه من السوداني وادخلها الفريزر تجمد. عايزين نحس باحساس الايس كريم كده، بعدين هفصلها. هتبقى خطيره في اللانش بوكس بمناسبه العوده للمدارس. كيوت. بسم الله. طعمها رهيب، زبدة فول سوداني وموز وشوكليت، اكيد هيبقوا حلوين. هاكل منها واحدة بس مش كتير. سيف وجربوها. باي باي.